رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، الجمعة الماضية أو درس في الجمعة السابقة تكلمنا حول الرسول وختم النبوة. اليوم موضوع يتعلق بهذا، وهو وظيفة الرسول بيننا. ماذا نحن نحتاج إلى الرسول، أو ماذا يمكن أن نستفيد من الرسول، أو بلغة أخرى السنة، مكانة السنة في الإسلام. ایرو همه بحثا ما حفتا چی بحثا پیغمبر کرد، ما گو پیغمبری و خاتم پیغمبر و پیغمبری خلاص بو حکمت پیغمبر وی هفته هنه کی خاص سر پیغمبری کو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و سنتاوی ام یعنی فایده وی چیه پیغمبر وظیفه تا کما قرآن اجمرا گو یا چی تشتکی دنه دهبو ام سروي خبردن. يعني ما نحب أن نقول، هل كان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل لنا القرآن ويقول سلام عليكم خلاص، مثل ما نقول رجل البريد، يعني ساعي البريد يعطيك الرسالة ويذهب؟ هل كان وظيفة الرسول أن يبلغنا القرآن ويمشي، أم كان له وظيفة أخرى؟ الذي نحن نفهمه ونقرأه في القرآن والله بينه لنا. أولا، الله جعل من وظائف الرسول أن يبين لنا القرآن، هذا أحد الوظائف ما نحن نحتاج إليه للرسول. الرسول يبين لنا القرآن ويفصل لنا بعض الأحكام، هذا من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس فقط تبليغ القرآن، بل تبليغ القرآن مع البيان، يشرح مثلا ما هو المقصود بهذا وما المقصود بهذا حتى نتعلم. هفته چویک مگو پیغمبر اوه وظیفه‌وی وی هفته هنه سر وظیفه پیغمبر خبردن صلی الله علیه وسلم. وظیفه پیغمبر عجبه وکا ایرو کی انسان ما درکتنه معلسف نقاشین کی درکتیه دبی قرآن جمرا بس پیغمبر قرآن جمرانی و هد امانت خدا برای تفکری کردی ام بجن خدا حافظ خلاص. يعني وکا حتی دی ام بجن پستاجی وان رساله رجل بریتی پستاید مکتوب دته اوشخات شيخ حلقه تشكينينا، يعني دبيج مرة قوت نبي مكتوبة بدون وظيفة پیغمبر نه داينا قرآن ابتدي ونكش مرة بجولا وخدش مرة شون حاشا تدي ساتلايت هنا ساتلايت شاناق ويدي آتلي ويدي هوا دكشينة شاناق ساتلايت او تكوى تلفزيوني. پیغمبر نه اف وظيفة كما وحي بقرا وش مرة بيجا خدي قوت يقول هو الله واحد وازمرم شوم نا قرآن پیروز خدا عز وجل آیت داجرد بجا یک وظیفه پیغمبر و انزلنا الیک الذکر لتبینه للناس ما نزل الیهم من ربهم. بجا یک وظیفه تت بیان بکی، بیان معنوی شرح بکی، معنوی تجوانا تفصیلاتی بجی ترکید بین دتای açıklama. Yani یک وظیفه پیغمبر بیان قرآن اجمرات که هنه کی تشتی قرآن هنه ام نزان وظیف معنوی چه اوی چه و بنفعم ناکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجمارا بی تشتی هانه ده بجه. يعني اولا قلنا الرسول يبين لنا. ثانيا، هل نحن بحاجة الى الرسول ام نحن نقول الرسول يبين؟ حينما ننظر الى الاحكام القرآنية نرى فعلا باننا نحتاج الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا نحن لا نقبل الرسول ولا بيانه، هناك أحكام سنذكر بعد قليل في الإسلام لكل رجل يمكن أن يبين شيئا آخر. واحد يقول 2، واحد يقول 5، واحد يقول 9، واحد يقول هكذا، ولكن الرسول يقول هذا هو المقصود فقط، ليس هذا ولا هذا ولا هذا. لولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا بيانه وشرحه وتفصيلاته لقال كل منا بشيء من أحكام الإسلام، لم نتفق على شيء من الأحكام الإسلامية. وهذه الأحكام سنذكر بعد قليل، وسنقول نعم صحيح لولا الرسول لاختلفنا في ذلك اختلافا كثيرا. هذا الأمر الثاني الذي يبين لنا فعلا نحن نحتاج إلى بيان الرسول. كار دو قالوا جماعتي كو أمد بيشن براستي أم محتاج پیغمبرن، يعني أبي كلمات كم ده محتاج پیغمبر نكو هم خدت قرآن ده قوتي أمجي حاشا بدروا قبولت كنا براستيجي دمك ام قرآن اتخاين ام هنكي قانون اسلام تماشد كن حيدان بجن اگر پیغمبر مرا نگوتا والله ما نظام بو، ما يبغوتا رشه، ما يبغوتا سبيه، ما يبغوتا الهواء، ما يبغوتا العرضيه، ما يبغوتا يك دو سه، ما يبانا چاو بكرا لو يعني وي وقتان ده مسلمان تشتكي نگوت هر يكي تشكي بغوتا ادما كنت قانون كده ملت تفتشتكي نبجا وي وقت قانون چه نابه
وەکە ئیران بێژن قەومێک و مەزنێ وانتنە هەموو هەر کەسکی مەزنێ خویە یانێ دوگەندێکی دا وەختێک مختارکیتنە بە ئاغاکردنە بە گوندی تەف مختارن گوندی تەف ئاغانە هەر کەس مەزنێکیە ئەوی گوندیانێنا بە تشتێکی یانێ ئەم بێژن کە خس پیڤاز کە خس مزانە چنە ئەوا بچوچکن ئەوێ کتبن پیڤاز کە خسەوان نابە پیڤاز یانێ ها ئەوێ ئەvە لێ دەما کۆیژە مختارێکیە بە وەڵا مریشکە وانجە هێکاتکە و دیکێ وانجە ئازان دخوێنە و مێشنێ وانجی بەختکاتینن یانێ وی تشتێ زێدە دبە ئەمیان ئەوان هینکی تشتا بێژن کۆ چاوە ئەم محتاجن پێخەمبەر مەڕەوان تشتا بێژە ئەگەر پێخەمبەر نەبێ نەممکن و بە تشتێکشە فەهم بکرا ئەمە ئیرۆژینێکی دەرکەتنە دبێت بە پێخەمبەر چێلەواز قورعانکم دەستی خۆ فەهم دکن ئەوژی بەلا و مصیبەتەکە مازنە مثلا من هذه الأحكام الذي نحن نقول نحن نحتاج إلى بيان الرسول أولا كيفية الصلاة الذي يقرأ القرآن بالله عليكم لولا بيان الرسول كيف صلينا 4 5 3 الركوع كيف والسجود كيف ماذا نعمل سجدة سجدتين صلاة الظهر 5 ركعات ولا 4 ركعات ولا 2 صلاة الصبح كيف هذا أولا ثانيا كيف سندفع الزكاة عشر ربع العشر خمس ماذا ندفع من أي نوع ندفع كم ندفع مثلا عندكم حنطة كم ستدفع من الزكاة الله لم يقل عشر ولا هكذا الرسول بين لنا عندنا غنم عندنا بقر عندنا جمل كم سندفع عندنا فلوس كم سندفع الصوم كيف سنصوم ما المقصود بخيط الأبيض من الخيط الأسود أتى الصحابة بأحد الخيطين واحد أبيض وواحد أسود الرسول قال لا ليس المقصود هكذا الفجر الحج والعمرة كيف سنحج كيف سنعتمر كيف سيبدأ الطواف من اليمين أم من الشمال 5 ولا 7 ولا 9 عرفات متى نزل من أي ساعة رجم الجمرات سنرميها بالأحجار الكبيرة ولا صغيرة يعني أو بعض الناس يغضبوا يرموها بالحذاء بالشبشب كما نقول كيف ننفذ أحكام مثلا حد عندنا شيء اسمه حد الافتراء على النساء محصنات اللي يفتري على النساء نضربه 8 جلدة 80 جلدة أي جلدة عصا الكبير مثل عصا الشرطة أم عصا صغير الله يقول اقطعوا يد السارق من هنا نقطع ولا من هنا نقطع من اليمين ولا من الشمال وكم من المبلغ 5 كرونات 500 كرون 1000 كرون هناك أحكام كثيرة لولا الرسول صلى الله عليه وسلم لما استطعنا أن نفهم إذا نحن بحاجة إلى أن يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة ما هو أم محتاجة بيخمبرن صلى الله عليه وسلم وكيد بيجا ناجي درواتك أبيك بيجا ناج قد قارم قرآن فعمكم حاشا قرآن نكيمة ولكن خداش بيخمبر قلت تجمعنا بيجي تمام هوستاي تجمعنا بيجي يك لماش أم چنجرا لماش تكون روجي 5 وقت بنابي خد قرآن ده ناف در باس نبي إشارة كريه لما جاء سرس بچن ركعته قرآن ده تنا نابه 2 ركعته بكي لما جاء نيفرو 4 حبر نقوتيه جمعات 2 نقوتيه عصر 4 تنفانا البيا رونشتي فاتحه ركوع سجود چنجر هاري سجده پیغمبر قوتي عليه الصلاه پیغمبر خدا قوتي جوانا بيجه ابيا يك زکات بزنا زکات حیوان مازن زکات پرا زکات نیسکو نوکا تی چندا بدی هنکی ایمان هنکی هنه بيجه حيره مال امتف زکات هنکی انا بس قرش کی زکات نادمش كيف ما راي بمینه يعني هنکی انا بيجه جانم بخوازه دم جانم نخوازه نادم ايه پیغمبر هاتی گوتی حیوان او قصه او خارنه او قصه او پرا او قصه او زروا ایش مرا گوتی علیه الصلاه و السلام تیکن زکات بدی تیکن زکات ندی روجی بچه دشکه و بچه ناشکه و اف ماها هانه چند روجه و امی چه واهیوی بدین و چه واهیوی فانتا پیغمبر گوتی حج و عمره ان اصفك ام بچن حج و عمره اما شكوب كيفن ميقات لكنا ميقات حدود كعبه حرام يعني شكو دانه شكلي احرامي قراج خدي قلت بكم احرامي ابي احرام انا بطانيه ابجلس فيها كامل خد كان جلي عربي وانا سبينا من الخب كان وار حاصل تشجلن يعني طواف كده دست بيت كده خلاص فك پیغمبر نگوت اما چه وزن بونا 7 جاران 6 جاره اما چه بدهرن اما درست دهرن صفا مرو اما كده بازن اما چند جار هرن ورن وار حاصل تذكي وان حكم مثلا دزی د چند کرون آدم اجازه بدن دز چند کرون دزی 5 کرون دزی ام دستی جیکن یا ام بجن 1000 كده 1000 جكو دزی ام تكودا جیکن ام تلیاوی جیکن ام تفردا جیکن ام تفردا جیک ام چاوب کن حتی وی ساله یک الولات ما در كتبو دگو خاطر نگوت دستا جیکن دبیر بدنیل برا دستی درجه دزی نبود دگو دزی نه یعنی خاطر سا نگوتیه وی کلمانه ناوی ناخوازم بهش مونه نبر اقلام یعنی ترکیه بو دگو خاطر نگوت دستا جیکن نراسته بیا
دقو يكش معنوي نيل برادا سيو درجة ونبا درجة برابده كبرا زنجي منا تزينك إيه وهر حاصل كلام الزنا تدي مثلا أبيك زنا تكون إسلام بيجا كان دارا الواخن دار أما داره چه والی خنیکی داره وقت وان جوپی پلیس همی چند حبا سریخن بمره یا جی همی چه والی خنیکی تا جانا پلیس خلقیت خم دمرن لب داره وان دمرن يعني امی پارسی بشکینن پشتایی بشکینن امی چه بکن بلکه جاره مخواست ملیخست جانه منخواست املی ناخن ور حاصل پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمرا گوتیه چه و حکم قانونی وکاوی گلکن كو إسلام أمر متكا أمجي أنجق وانتشتا بكرنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فعم بك. هناك أمر آخر أيها الإخوة، بعض الناس يحب أن يقللوا من مكانة السنة أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحجتهم وحجة شيطانية كما نقول لا علاقة له لا بالعقل ولا بالدين، ولكن حجة شيطانية. يقول يا أيها الإخوة هل القرآن ناقص؟ إذا نحن نقول نحن نحتاج إلى بيان الرسول، هل القرآن ناقص؟ ألا يقول الله عز وجل بأنه أكمل كل شيء، أكملت لكم دينكم؟ ومثل هذه الأمور هناك أمور هم يحاولوا أن يشوشوا على المسلمين عقيدتهم بهذا الاسم، ولكن العلماء يقولوا نحن لا نقول القرآن ناقص ولا نحن إلى شيء آخر، نحن نحتاج إلى بيان الرسول لنفهم القرآن. هذا هو، نحن نحتاج لنفهم القرآن جيدا، نحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معناه القرآن ناقص، حاشا، القرآن كامل، والله قال الرسول سيبين، ونحن حتى نفهم جيدا نحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقول القرآن يحتاج ولا هذا. الذي حتى سئل إمام أحمد هل يحتاج القرآن إلى سنة، قال هذا كلام فيها قلة الأدب، لا نقول هكذا، بل نحن نحتاج إلى سنة حتى نفهم تفصيلات القرآن. هذا هو المختصر المفيد. برسكريكا كي ام بيجن بروبلما كي هنا كي بسلمان ما ينو دردخن در حق قرآن دا تما كنت بيجي سنة پیغمبر و پیغمبر و گوتي دبي جاب سكنا واي خودت قرآن دا گوتي قرآن من تمامه ايه پشت قرآن تمامه چما تقال سنة پیغمبر دي قيم چم محتاجه پیغمبرن ايه يعني دبي وكا بيجي وش بريكا قدر خستي احتياجه مش پیغمبرتنه ون افتراء الاسلام كان قواكم بيجن ام محتاجه حديثه پیغمبرن دمكي قرآن كيمه قرآن كيمه وجي كافرن ام چواد كارن بيجن قرآن كيمه اجا ان جوابه خوش عالم بيجن حيره او مسلمانه كي شلون بيجا قرآن كيمه ياجي قرآن محتاجه پیغمبره بادبيه نراسته ام دبيجن ام محتاجه پیغمبرن جبون قرآن فهم بكن هذا معنوي ام هناكي قرآن هناكي حكم قرآن الجورا عقل خوي نورمال لكارن فهم بكن انجا پیغمبر اوجي خدا جرا گوت يا خدا حكمت دا پیغمبر خدا بيان دا پیغمبر عليه الصلاه والسلام قال لك حديث دا وقرآن بيروزي خدا بجمع قرآن دا وما حكمتي دايته حكمتي سنتويه خبردانويه حاشا هناك انسان چاوت فكرن دبي قي پیغمبر حاشا جاهلكي وكمه گندی کی وکامه سرتری کی وکامه بیه 20 سال عراق و خاره 30 سال نظام چی کریه باش توبه کریه ناکرو پیغمبر جروی عول دا حرمت و مزناتی خدا دا و سر ادب خدا مازن بیه خدا عز وجل جبچوکی دا یپاراستیش هر خرابیه نیشته کو خرابی علی دور اوج نوره کی نور نبوت ان بجن خدا عالم یانیه درست کریه عالی معنویت دا خدا جبچوکی دا یپاراستیه حاشا وكما بزمان تاريك الصلاة نبيه بأخلاق ودز وخرابية نكريه پیغمبرانه جروي عول دا پاراستي بيه اف پاراستنا هنجي آخافتني وجي حكمت جدبي دركبن نوا كما امد ام توبت كنجي تشتي 20 سال بري تنبري امام جانا بحثا 20 سال بري خود كن تشتي خوي خرابت كن پیغمبر بحثا چمكه هر بحثا تشتي حكمت وتشتي خوشتكه لو ما ام بيجن اف خبردان كان نراسته ام محتاج پیغمبر جبون القرآن فهم بكنو وبيغمبر القرآن جي ننياريها بين. هناك بعض الناس احيانا يحترض على السنة، والعلماء يقولوا يا اخوة انتم وهم يقصدون او غايتهم في الظاهر الدفاع عن القرآن، ولكن في الداخل يحب ان يفصلوا بين القرآن والسنة حتى يقضوا على القرآن كذلك. هم يقولوا الرسول بشر، نعم الرسول بشر ولكن لم يكن مثلنا، نحن مضينا سنوات بلا صلاة ولا بلا صوم، معظم الناس عندهم خلفيات أسود، ولكن الرسول من أول ما خلق وإلى أن أصبح نبيا
تحت حفظ الله ورعايته أدبه ربه وحفظه، والذي يخرج من فمه نقطة مما أوحى الله إليه إما في الظاهر أو في الباطن، وعلمه الله الحكمة وهو ينطق بالحكمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إما ظاهرا وإما باطنا. تشتكي دين يجي أمساج ورا بيجن سنته حديث فرقه وانشيه حديث خبردان پیغمبر عليه الصلاة والسلام. سنت ریا پیغمبر چه خبردانه به چه کرنه به چجی که هنک صحابیات تشتکی کرد پیغمبر گفت تمام تراست کردی. ام جوران دی سنة القولية سنة فعلية و سنة تقريرية. اوانه هر سیج تی گوتن سنت. لو ماش کتاب بخاری رام بجن کتاب سنت ام نابین کتاب حدیث ابتنه حدیث خبردان ابتنه ولكن تیدا خبردان جی هيا و کرنا پیغمبر جی هيا و تشتك پیغمبر صحابي را گوتی عفرم تراسي كر اوانه تبي يعني السنت ها فرا حديث خبردان ابتنه. وهناك امر اخر نحتاج ان نبين الفرق بين السنة والحديث. الحديث ما تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام، ولكن السنة ما تلفظ به أو ما عمله الرسول أو ما أقره الصحابة عليه. فالسنة عام والحديث خاص، والكلاهما أتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نعلم بأن بعض الناس حاولوا أن يفتروا على الرسول، ولكن كان العلماء لهم بالمرصاد فحاولوا أن يبينوا ما هو صحيح مما هو غير صحيح. الحمد لله فكفانا الله شر أهل النفاق والكذب. تشتكي دي هناك إنسان براستي افتراء برد پیغمبر کن جواند بين حديث موضوع تدام بجن موضوعا حسنا من بجن حديث باشره، ولكن جوانا ورفع عم كرن افتراء كل پیغمبر هاتن كرن صلى الله عليه وسلم. قالك هاتن كرن لي حمش قدارا اوان عالمه ميك وقرآن اجمرا آنين اوان عالمه هانيجي خدمتا حديثا پیغمبر كرن سنتا وي كرن کیجا حدیث راسته پیغمبر گوتیه پیغمبر نگوتیه لکو گوتیه کی گوتیه تواج مرانی نفساندن تماک ام بخاری و مسلم وان کتابات خوینن ام تماشات کن چقاس زحمتی دیتنش کی حتی کی هاتیه وان انسان کینه چه گوتنه چه نگوتنه پیغمبر کنگی گوتیه چه کریه تواک جامره نفسان خدا خیر وان قبول که خدمت کمازن ج اسلام را کرنه لی الحمدلله ام تشراستن لی هنکی اینا راستی لكن لعالم تماشات كن بي حديثي هذا صحيح ونبي راسته وبي حسنه وبي اوه الحمد لله عالم مهنه لجانا مسلمان مهنت فرقيد انا بدل اخوي باش تشتاد كن وصيه پیغمبر جانا صلى الله عليه وسلم لعالم ما سرت ساكنن خبات كن وهر خبردان پیغمبر جوتيه توکت كتاب داتنا نفساندن تبع نفساندنه چه براست به چه ضعيفه گوتنا بي راسته بي نه راسته وبحذر كتاب جهنه الحمد لله. خدا عز وجل مش شفاعت پیغمبر قدر نخینه و فهم اسلام زانبون اسلام امکان نصیب ما حس كنا قرآن اشتي خدل ما رزقنا الله وإياكم حسن الفهم للإسلام وحسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.